السلام عليكم. ايه رأيك لو قلت لك ان في زرار مش ظاهر لك في اليو اي على ويب او سواء ويب او موبايل، بس لسه شغال في الاي بي اي؟ ده ممكن يعمل حاجة انت المفروض ما تعملهاش، او يعدل في ريكوست مش بتاعك من غير ما حد يقول لك لا او يوقفك. النهارده هنتكلم عن الثغرة رقم 5 في واسب اي بي اي توب 10، واسمها بروكن فانكشن ليفل اوثرايزيشن، وهنشوف ازاي نقدر نطبق عليها في سي ار اي بي اي باستخدام اي بي اي دوج. خلينا نبسطها. في البولة اللي اتكلمنا عليها في الحلقة التانية، المشكلة كانت في بيانات حد تاني بيشوفها المفروض ما يشوفهاش، ان هو بيغير الاي دي ويشوف بيانات واحد تاني، يشوف عربيته ويشوف الداتا بتاعته وهكذا. طب في البفلة بقى الموضوع مختلف. المشكلة مش في مين بيشوف البيانات دي، المشكلة مين مسموح يستخدم الفانكشن دي او الاي بي اي دي. يعني عندك اند بوينت المفروض تكون الادمن بس، او مثلا رول مختلفة، او مثلا المفروض ميكانيكي ما يعملش اللي اليوزر مثلا بيعمله، بس السيرفر عندك ما بيعملش تشيك على حاجة على الرول دي ان هو اذا كان ادمن ولا لا، بيتأكد التوكن موجودة وخلاص ويعدي الدنيا. وده غالبا بيحصل بسبب بسيط، ان التيم بيعتمد ان احنا بنخفي بس الزرار او نخفي الصفحة دي عن اليوزر في الفرونت اند، بس يعتمد على كده من غير ما يتأكد ان الراجل اللي عامل لوجن ده اصلا ادمن او الرول بتاعته مظبوطة. المفروض مع كل ريكوست تتأكد من الجزء ده. النهارده هنشوف مثالين هنجربهم مع بعض، ويلا بينا نبدأ. هنا سي ار اي باي بتاعنا زي ما متعودين يوزر A ويوزر B بتوعنا. انا هنا عامل لوجن بيوزر B، واروح على البروفايل، ولو سكرول تحت هنا تلاقي في حاجة اسمها ابلود فيديو، فانا هنا هدوس ابلود وابلود الفيديو ده. هيقول لي ايه ابلود سكسسفول. بعد ما رفعت الفيديو هنروح على اي بي اي دوج، هنا الفيديو اترفع. هنروح هنزود HTTP ريكوست، نخلي الميثود ديليت، ونجيب الديليت يو ار ال بتاعتنا، ومحتاجة الفيديو اي دي. نكتب هنا الفيديو اي دي، ونروح على الفرونت عندنا ونعمل نسبكت وريفريش. هنا الفيديو اي دي 53، فانا هحط هنا 53 واعمل لوجن عادي. وهنا هعمل لوجن بيوزر تاني عشان التوكن تروح في الانفيرومنت زي ما احنا مظبطينها، واروح على الاوس واحط التوكن بيرر توكن، واحط الفاريبل وادوس سند. هنا قال لك ايه؟ this is admin function. هنا ما يقدرش ان هو يعمل حاجه عشان هو مش ادمن. هنا كده بتشيك تمام ان ده ما ينفعش يوزر عادي يعمل الاكشن ده. طيب خلينا نجرب كده نفس كل حاجه بنفس التوكن، وبدل ما هنا كلمه يوزر هخليها ادمن وادوس سند. اليوزر فيديو ديليت سكسسفولي. لو رحنا على اليو اي وعملت ريفريش هلاقي الفيديو اتمسح. كده الفيديو اتمسح بنفس التوكن اللي من قبلها بثانيه بالظبط قال لك لا ما ينفعش. هنا السيرفر بيعمل ايه؟ بيتشيك على اليو ار ال اللي هو فيه كلمه ادمن او يوزر، انما ما بيتشيكش الراجل اللي داخل ده هل هو فعلا ادمن ولا لا، والرول بتاعته دي ادمن ولا لا. هو ده بالظبط البفله. ممكن ما يبقاش في اليو ار ال، في بعض الاي بي ايز يبقى في البادي مثلا، ممكن يبقى مثلا عنده في البادي بيبعت هنا مثلا حاجه اسمها رول ان هو مثلا يوزر، بيتشيك عليها. طب في تيجي انت بقى تغيرها تخليها ادمن يعمل اكشن، المفروض برضو ان هو يتشيك عنده في السيرفر ان هل فعلا اليوزر ده فعلا ادمن ولا لا. طيب لو عندك حاجه زي كده ومحتاج تعملها اوتوميت، او ما تبقاش مش كل مره ادخل اغير دي او كل مره اغير دي، ممكن تعملها ايه مثلا؟ ممكن نخلي ده مثلا فاريبل نسميه مثلا كده يوزر سكوب. تمام، ناخده بس سكوب بالظبط، واجي عند الانفيرومنت بتاعتي احط مثلا يوزر سكوب هنا يوزر، واسميها مثلا تيستنج انفيرومنت ان دي يوزر نورمال يوزر، نورمال يوزر. تمام. وممكن اعملها بقى دبليكيت بنفس كل حاجه، ويوزر سكوب واخليه ادمن، وادوس سيف اند كلوز. وكده لما تعوز تجرب يوزر تبقى انت على النورمال يوزر، عاوز تجرب بالادمن، احنا مغيرناش اسمها، معلش نقول ايه، ادمن يوزر بس.
كده وقت ما تحب تجرب السيناريو ده بتاعك، هتقول مثلا انت بتجرب نورمال يوزر، فانت خلاص مش هتعدل تدوس سند على طول. ولو عايز تجرب الادمن يوزر او النورمال يوزر وتدوس، وهكذا. وكده تقدر تجرب في اي وقت من غير ما تفضل تعدل بايدك. وكمان لو انت رابط زي ما شفنا في حلقات اي بي اي دوج على السي اي سي دي، بحسب الانفايرمنت اي دي تقدر تشغله سواء ده او ده. في نفس الوقت تقدر تعمل assertions هنا، انك تتشيك على الستاتس كود رجالك 200 او 403. التحدي بقى التاني، في حاجه موجوده في سي ار اي بي اي في الدوكيمنت بتاعته، بتقول ان اي كونتاكت ميكانيك ريبورت لازم الميكانيك بس اللي يقدر يشوفها واللي يقدر يعدل عليها. فانا هروح اليو اي بتاعنا، وهروح على الداشبورد. في حاجه هنا الفيكلز، انا بشوف الفين بتاعه، تمام. وبدخل على صفحه اسمها كونتاكت ميكانيك، والفين بيساوي الفين بتاعي ده، وبقدر اعمل ريبورت. فالافيلبل ميكانيكس هنا انا هختار الميكانيك الاخير ده معايا يوزر نيم والباسورد بتاعه عشان اقدر اعمل بيه لوجين. وهنا هكتب مثلا ميكانيك تيست وادوس سند. كده الريكوست اتبعت، وبقى اي دي بتاعه 9، تمام. وعشان اجيب اي بي اي اللي شوف الميكانيكي بيقدر يعمل بيها ايه، هنا ده اكونت الميكانيك، وهدوس لوجن. هنا عندي 2، هدوس فيو سيرفيس. هنا مثلا بيندنج، اقول له مثلا ان بروجريس. فهنا عرفنا الاي بي اي اللي بتابديت اللي هي بوت والريكوست سيرفيس دي. طيب تعال بقى نجربها على اي بي اي دوك. هروح واعمل ريكوست جديد، هو كان بوت، تمام. ممكن نخليه عشان ايه نقدر نستخدمه كتير. ريكوست اي دي هنا كان 8، صح ولا 9؟ 8، ماشي. وهقول له مثلا شوف الستاتس بتغير من بيلود ان بروجريس. وانا هنا عامل باللوجن باليوزر اللي هو العادي يوزر ايه ده، وهخليها مثلا كانسل وادوس سند. قال لي محتاج توكن، طب مظبوط زي الفل. احط بقى التوكن بتاعتنا بتاعت اليوزر العادي وادوس سند. شايفين هنا الاوردر بقى كانسل. لو جيت عملت هنا ريفرش، الاوردر بقى كانسل، مع ان المفروض الميكانيك بس هو اللي يقدر يعمل الاكشن ده. هنا ما بيتشكش على الرول بتاعت اليوزر اللي عامل لوجن. هنا بقى انا مغيرتش اي حاجه في اليو ار ال او غيرت رول او اي حاجه. هنا بمجرد بس ان انا عملت لوجن وراحت، قال لي ان انت تقدر تعمل الاكشن ده. وهي دي البفله. طيب ازاي نقدر نمنع البفله؟ خلينا نقول الحل من منظور الديف تيم، وبعدين نقول من منظورنا احنا ككيو اي. اول حاجه انت تعمل تشيك لكل الرولز بتاعتك والصلاحيات من السيرفر سايد، ما تعتمدش على الفرونت اند. عشان ممكن انت مثلا لو خافي زرار او خافي صفحه، ممكن اي حد يوصل لها من الدوكيومنتيشن او ممكن من الانسبكت من النتورك. تاني حاجه الديناي باي ديفولت. اللي هو الديناي باي ديفولت ان انت اي حاجه او اي فانكشن جديده عندك تتقفل لحد ما يبقى ليها صلاحيات، انما ما تسيبهاش مفتوحه وهي بتعمل اكشن سنسيتيف. الجزء اللي من ناحيتنا احنا ككيو اي، ناخد بالنا واحنا بنكتب التست كيسز لاي اي بي اي بنعملها تيست، ونحط في اعتبارنا الاكشنز اللي ممكن تحصل على الاي بي اي دي، ونجرب كل ال HTTP ميثود المتاحة على الاند بوينت. لان ممكن اند بوينت ما تكونش مفتوحة مثلا في الجيت وتلاقيها مفتوحة في البوت وهكذا. وتعمل assertion زي ما شفنا عشان تقدر تتأكد من الجزء ده. كده خلصنا الثغرة رقم 5 في الاو اس باي بي اي سكيورتي توب 10. لو الحلقة عجبتك شيرها مع كل المهتمين بالاي بي اي تيستنج والاي بي اي سكيورتي. اكتبوا لي في الكومنتات لو انت صدفتك حاجة شبه كده في شغلك، وايه اكتر فانكشن تحس انها لازم تتقفل في مشروع انت اشتغلت عليه. ان شاء الله في الحلقه الجايه هنكمل مع الثغره رقم 6 اللي هي unrestricted access to sensitive business flows، ونشوف ازاي ان functional legal 100% ممكن ان انت حد يابيوزها لو استخدمها اكتر من مره. اشوفكم في الحلقه الجايه، سلام عليكم.